محيي وأشرقت الأرض بنور ربها. عودي إلى الخضر يا أرض اليبس، يا روضة زينت بالورد والعبير. لا تحزني إن الربيع قد أتى، فقد أشرقت بجمال المطر والخصب. محيا سابت كل حاجة فرضت عليها ومشيت. قررت تستكشف الدنيا. خدت دهبها وراحت مكان جديد، الصحراء. حياتي صحراء، أنا رايحة لنفسي. وصلت محيا على مشارف الصحراء وبدأت الرحلة. محيا فتحت عينيها، لقت بدو وجمال. ارتبكت. الراجل الحكيم فهم إنها مضغوطة وتعرضت لصدمات كبيرة ومحتاجة مساعدة. قال لها: أهلا يا بنتي، إحنا قبيلة بنو عبد الهادي. شكلك تعبانة، بس أخدتي قرار بالتغيير، والصحراء مكان مناسب جدا لبداية حياة جديدة. خدي الجمل ده، انتي محتاجة رحلة بخطوات تدريجية واعية. ركزي إنك تبعدي عن الألم، وابني روتين يناسب رحلتك الجديدة. ركزي فيه على جسمك، اتنفسي بعمق واسمعي جسمك. وعلى عقلك، اتصرفي بوعي واستشيري الحكماء. وعلى قلبك، اسمعي مشاعرك وعبري عنها. هونيها تهون، واستمتعي برحلتك يا بنتي. هنا بدأت رحلة محيا الحقيقية في استعادة نفسها. محيا سألت نفسها: ما لاحظتيش لطف ربنا عليكي ومقابلة الراجل الحكيم واداكي الجمل عشان يساعدك على الرحلة؟ ليه حط حواجز بينك وبين ربنا؟ ليه مكبرة الفجوة؟ ومر الوقت ولقت نفسها وسط قبيلة اليسر، واستضافها شيخ القبيلة وقال: النفس الفارغة تمتلئ بحب الله والأنس به، فسيري في طريق التعلم عن الله، واسأليه أن يغمرك بنور علمه لتنالي القرب والوصل. أنا حاسة إني ضعيفة الإرادة. كل ما يكون عندي حاجة مهمة محتاجة وقت وطاقة، بهرب لحاجات سطحية تفرحني لحظيا، ومش بقدر ألتزم بالمفيد فعلا. شيخ القبيلة قال لها: يا بنتي، ده خوف جواكي انك ما توصليش للنتيجة اللي نفسك فيها، بس انتي اقوى مما تتخيلي. مش بتقدري تصومي عن الاكل والشرب وده حلال، ومع ذلك بتأجليه طاعة لله، ودي قوة حقيقية. تذكري دايما، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله وهو يجزي به. وافتكري سعي ستنا هاجر، هي سعت بين الصفا والمروة، لكن الماء خرج من مكان مختلف. خرج من تحت رجلين سيدنا إسماعيل، يعني السعي عليكي والرزق على رب العالمين. في رحلتها حست محيا إنها تايهة ومش عارفة هي مين، وبدأت تسأل نفسها أسئلة كتير عن قيمتها وعن إيجابياتها. قابلت شيخ قبيلة رحمة اللي قال لها: ارحمي نفسك وما تحكميش عليها بقسوة. ربنا خلق كل واحد فينا بجوهر حلو هي دايته الحقيقية، واحنا جوانا الحلو والوحش مع بعض. ركزي على تطوير نفسك، وفي نفس الوقت كوني حنينة ولطيفة مع نفسك. وافتكري انك انسانة مش ملاك، هتغلطي وتقومي. وكل ما تقربي من دايتك الحقيقية هتحسي براحة وسلام داخلي. وافتكري دايما اسم الله الرحمن الرحيم. على أبواب قرية جديدة دخلتها محيا في رحلتها، حست بألم شديد مش قادرة تحدد مكانه. وهنا كان لابد من استدعاء طبيبة القرية اللي فحصت محيا وقالت لها: انت جسمك سليم، بس صوت الأنين ده طالع من روحك يا محياه. في تأرجح مضطرب في نفسيتك نتيجة مشاعر غير مدارة. أنا هكتبلك وصفة طبية هتعمل على إعادة المشاعر للمستويات المنظمة الطبيعية. الطاقة اللي بتستهلكيها في محاولة تغيير الشعور وتجاهله أتقل من الشعور نفسه يا محياه. رصيد الامتنان هيشكل عندك معاني ناضجة وقوية عن الحياة، ودي طريقة العلاج زي ما شرحها لنا ابن القيم. جلب النعم للذهن وتمييزها، الاعتراف بالحاجة إليها، ذكر النعمة والشكر عليها.
ودي وصفتي اللي إن شاء الله هتساعدك في رحلتك. استمري عليها على قد ما تقدري، وعشان أكون مطمنة عليكي أكتر هبعت معاكي مساعدي وجدان اللي هيكون رفيقك في رحلتك، هيديكي كامل الأحاسيس النفسية والروحية اللي هتحتاجيها في رحلتك. قالت محيا وهي مستنزفة وتفكيرها مشتت: يا شيخ، وكيف أصبر على ما لم أحط به خبرة؟ رد الشيخ وقال: التفكير هو أول درجات أقوى سلاح ربنا خلقه للإنسان، وهو العلم. لكن التفكير المفرط ومحاولة الفهم والتتبع دي سيطرة. حافظي على وجودك في اللحظة دي هنا والآن، وسلمي بمحدودية عقلك عشان ما يكونش ده سبب في شقائك وهلاكك لو ما كانش ليه حدود يقف عندها. وخرجي من حولك وقوتك لحكمة الله الحكيم. أنا جسمي وجعني أوي ودماغي هتاكلني من كتر الأفكار، بتقولي كلام كتير وحش. جربي تمشي في الطبيعة وتسمعي لحد بيقول كلام جميل عن ربنا. جربي تملي قلبك بالإيمان وبحسن الظن بالله. تخيلي كده لو طفل ما جالوش تعب خالص مش هيكون عنده مناعة. أهي الابتلاءات دي هي اللي بتقوينا وبتعمل لنا مناعة نفسية، بس الشاطر اللي يستعين بربنا ويتعامل معاها صح ويحسن استقبال البلاء. حوطي نفسك بأفكار إيجابية يتغير معاها مشاعرك ويتغير اللي هتعمليه بعد كده. ربنا قريب واسع الفضل، مجيب المضطر إذا دعاه. محيا ماشية في الصحراء بوش شاحب وخطوات تقيلة، بتقول لنفسها بصوت مكسور: أنا بجد منهكة، بكرر نفس الغلط وكل مرة ألوم نفسي وأرجع أتجرر لنفس الحتة. هنا ظهرت ست حكيمة وشها هادي وكله نور يدفي القلب. قالت لها: اللي جواكي ده هدية من ربنا ليكي. اللي جواكي ده 3 عقول: عقل بيخاف على أمانك، وعقل حساس رقيق بيميزك بحنانك واهتمامك بحبايبك، وعقل مفكر عاوز يرضي الدنيا كلها وعاوز لك الصح. نفسك اللي بتعاتبيها دي طفلة صغيرة مرعوبة عاوزة حضن ومحتاجاكي تحتويها وتسمعيها وتفهميها. وقتها بس هتسلمك الدفة، وهو ده النور. تعبت محيا من البحث ودعت ربها بالعودة والوصل. وهي ماشية شافت ست بترعى الغنم وهي بتتصبب عرق ومجهدة لكن سعيدة. تعجبت وراحت لها وسألتها: ده اختيارك؟ عندك أوجاع وآلام، إما أن تحزني وتشتكي وتغضبي، أو تسعدي بنعم الله عليك وتسلمي وترضي بقضائه. الذي ينال الوصل والقرب هو من يعترف بضعفه وخطئه ويستفيد منه ويسعى للعودة للطريق مرة أخرى. هنا انتبهت محيا وقالت: السعادة هنا جوايا، الرضا، التسليم، الامتنان. الألم موجود مغرقش فيه، أسيبه يمشي، أشوف وأفرح بالمتاح وأتعايش مع الظروف الصعبة. كل مر سيمر، الحمد لله إني لقيت اللي بدور عليه جوايا. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان. إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني. حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك ليا تاني. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة، بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة، بس برضو مش في غابة. يا